أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بالحلقات المميزة، حلقات العشر الأواخر من رمضان. وطبعا هلأ تحضيرات العيد، صح ولا لا شيف؟ نعمل القطايات. قطيات على العيد. صح. وش ضيتينا اليوم إن شاء الله؟ اليوم غادي نديروا حلويات تقليديه جزائريه واللي هي المخبز. أوه تعرفه احمد؟ أكيد غرام المخبز. صح، ان شاء الله نديروه اليوم بطريقه سهله وين تكون سهله على المشاهدين تاعنا. إن شاء الله نديروها بالخبز إن شاء الله. إلى المقادير هيا. يلا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، وهدوك وقت التحضير. صح. أنا شايف مكونات كثير، والصراحة أنا ما بفهمش في الحلويات خالص، يعني أنت تساعديني. صح. قولي لي وش. المكونات كثير لانه تنقسم المرحلتين. المرحله الاولى اللي راح تكون العجينه، والمرحله الثانيه اللي راح تكون الطليه. العجينه تاعنا نسحقوا فيها اللوز اللي يكون مطحون مليح يعني بودغ، ونسحقوا كيلو تاع السكر، هي 3 كيلو تاع لوز، كيلو تاع سكر، ونسحقوا شويه تاع مزهر، ونسحقوا بشور الليمون غير باش نكوها ونعطروا المخبز تاعنا، ونليموا بالبيض. قادر نسحقوا 4، قادر اكثر حتى تليم لنا العجينه. اوكي صحيح؟ هاي المرحله الاولى. صح. والمرحله الثانيه من بعد نديروا طيب. المرحله الثانيه انه نديروا الطليه تاعنا اللي يجي فيها عصير ليمون، يجي فيها هذو نفس الكميه شويه شويه زعما نص في النص، وعندنا الحليب مع المزهر، وعندنا الزيت وبياض بيضه. انا بغيت ندير ملون بيض باش تعطينا هذاك اللون الشباب، اللمعه الخاصه فيه. كاين قد يستغنى عليه. ومع تالي نخدموها بالسكر كلاصي. انا هنا راه عندي 2 تاع لي باكي تاع سكر كلاصي، صديق شحال تشد لك، تعرف باليد يعني. نبدو احمد. دكر معناتها دوك ناخذ المكون الاساسي اللي هو اللوز ونرحيه هنا. صح؟ يلا دكر. بسم الله. يكون ملحي غايه، يكون بودغ. بسم الله. روبوت المطبخ المتعدد الوظائف كوندور فيرسا شيف بقوة 1000 واط، يخدم بقوة وسرعة. فيه 12 وظيفة بس تقضوا كل شغلكم في المطبخ، تقطعوا، تخلطوا، تعجنوا، تطحنوا، كامل في جهاز واحد. الوعاء تاعه كبير بسعة 2 لتر، وزيد الخلاط بسعة 1.8 لتر. تحضروا عصير، شوربة ولا صوص بسهولة ونتيجة متجانسة. استعماله سهل وما في حتى تعقيد، يربح لكم الوقت ويهنيكم من التعب. مول ما ترحل اللوز تاعنا شفت طلعت ريحه ما شاء الله، خرج ناعم وكله متقلب بعضها. ومر ما وجد المخبز تاعنا نديروا الطليه باش نوجدوا الكاطو ويكون واجد ان شاء الله. يعني الريحه قبل الطليه ما شاء الله، وش تسخف الليمون مع ان شاء الله يعجبك في النتيجه النهائيه. بسم الله.
دروك نبدو نزيدو في السكر كلاصي غير بشويه ايش بنعاونك؟ ونعجنو. اربح من احمد بليز حط لي اللي قدير لي السكر كلاصي هنا اوكي غير بشويه. حط كميه مليحه. نزيد قولي لي. زيد راح نديرو كل الكميه بصح بشويه. زيد توجور زيد. وهاكا شوف كي تولي هاكا بهاد القوام نجمو نديروها فوق المخبز تاعنا ومن بعد نزينوها ونقدموها ان شاء الله في طاوله التقديم. ان شاء الله يعني دوك نحبس السكر خلاص. صحيح حبس والله. هذا هو المخبز من الحلويات التقليديه الجزائريه. ان شاء الله يكون عجبك احمد. يعطيك الصحه. الشكل ما شاء الله، الاتقان بالعمل، شكرا، واللون الرائع الابيض هيك البراق، يعطيك الصحه والله. شكرا احمد. طبعا هذا الطبق نحن حضرناه بمنتجات كوندور اللي موجوده على الكيو ار كود اللي موجود على الشاشه. ما عليكم غير تعملوا سكان للكيو ار كود تشوفوا المنتجات اللي موجوده على البروكسيما المتجر الالكتروني. ودكا يا شيف وش وقت تاع السؤال. سؤالنا لليوم بيقول ما تعبش عليها ما مش رح صعب، اوكي سهله بزاف. أيوة. هم بركي يركزوا شوي ويشوفوا ان شاء الله الحلقه مليح، والاجابه سهله موجوده بالحلقه. سؤالنا لليوم وش هو المكون الاساسي لعجينه المخبز؟ وش هو المكون الاساسي لعجينه المخبز؟ وان شاء الله هيك صح فطوركم، وربي يتقبل الصيام. نحن بنقول ربي يتقبل الصيام والقيام ونحن في العشر الاواخر، وان شاء الله يا رب هيك يجعلنا من عتقاء الشهر الكريم ان شاء الله. Condor, prenez votre envol.